ذهب الرجل لاصطحاب زوجته لموعد غرامي، ولكن عندما فتحت المرأة باب السيارة أدركت أن من يجلس في مقعد الراكب الأمامي الذي كان ينبغي أن يكون مكانها هي سكرتيرة زوجها. برؤيتها للسكرتيرة الشابة وهي تتباهى بوقاحة أمامها، طلبت المرأة منها ببرود النزول من السيارة، وبالفعل نزلت السكرتيرة، لكنها صعدت بوقاحة إلى المقعد الخلفي. لاحظ الرجل أن زوجته ليست في حالة جيدة، فاقترح العودة إلى المنزل أولا، ثم طردت المرأة السكرتيرة من السيارة وأخبرتها أن تستقل سيارة أجرة للعودة. عند وصولهما للمنزل استجوبت المرأة زوجها عن سبب سماحه لامرأة أخرى بالجلوس في مقعدها الأمامي، لكن الرجل اعتبر أنها تغار فقط، وأكد لها أنه لا يوجد شيء بينه وبين السكرتيرة. برؤية زوجها يقسم بمثل هذا التأكيد قررت المرأة تصديقه مرة أخرى، لكن في اليوم التالي تلقت رسالة من مساعدتها تبين أن زوجها قد أهدى السكرتيرة قلادة بقيمة مليونين. رأت المرأة منشور السكرتيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي نوبة غضب قامت ببعثرة الملفات على الأرض. بعد أن هدأت أمرت موظفيها بإرسال قلادة بقيمة 200,000 لكل امرأة في شركة زوجها. تم إرسال القلائد بسرعة، واكتشف الزملاء أن الشخص الوحيد الذي لم يحصل على قلادة هي السكرتيرة. تساءل الجميع عما حدث، وحينها علموا أن زوج المرأة قد أهدى السكرتيرة مسبقا قلادة بقيمة مليونين. همس الزملاء بكلمات سخرية واستهزاء من أوهامها. شعرت السكرتيرة بالمظلومية وركضت باكية إلى مكتب الرجل قائلة إنها تريد إعادة القلادة، وأنها نشرت المنشور فقط، ولم تكن تتخيل أبدا أن ذلك سيغضب الزوجة. عند سماع ذلك فهم الرجل على الفور ما كان يحدث، فتح هاتفه وتفحص منشورات الموظفين على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم اصطحب السكرتيرة مباشرة إلى المنزل، وأوضح لزوجته أنه قدم القلادة فقط كاعتذار، وأن الأمر كان مجرد هدية عابرة. في هذه اللحظة تحدثت السكرتيرة أيضا قائلة إنها إذا فعلت شيئا خاطئا فعلى الزوجة أن تشير إليه وسوف تقوم بتعديله فورا. وضعت المرأة كوب الشاي ورفعت رأسها وحدقت في السكرتيرة قائلة إنه ليس لديها وقت لتعليمها أصول التصرف، وأنه إذا تجرأت السكرتيرة على القيام بتصرفات غامضة مع زوجها مرة أخرى فلن تمنحها فرصة أخرى لتصحيح الخطأ. لم يعد الرجل يحتمل ذلك، وألقى باللوم على زوجته لأنها ترفض التغاضي عن الأمر. ولتجنب تفاقم الأمور اختارت المرأة الصمت والصبر مؤقتا. بعد مغادرة السكرتيرة أخبرت المرأة زوجها أن الرجل الذي تحبه هو النسخة النقية منه، وأعربت عن أملها في ألا يصل زواجهما أبدا إلى طريق مسدود. هز الرجل رأسه قائلا إنه لم يكن كذلك أبدا. في اليوم التالي بينما كانت السكرتيرة تستعد لدخول مكتب رئيس مجلس الإدارة اعترضها المساعد الأول قائلا إنها منذ الآن لن تقوم إلا بالأعمال الوضيعة. في تلك اللحظة أعطاها عامل نظافة مجرفة وأخبرها أن تذهب للتنظيف. ضحك الزملاء المحيطون بها وامتلأت عينا السكرتيرة بالدموع على الفور، ولكن من طرف عينها رأت رئيس مجلس الإدارة وهو يدخل للتو. جثت على ركبتيها فورا وبدأت في التنظيف. أدرك الرجل بسرعة ما يحدث وهرع إليها. رفعت السكرتيرة رأسها ونادته بنعومة: رئيسي. سأل الرجل من رتب هذا الأمر. قالت السكرتيرة بغموض إنها ربما أغضبت الزوجة مرة أخرى. غضب الرجل وعاد فورا إلى المنزل، وعندما قدمت له زوجته كوبا من الماء ضربه بقوة على الأرض واتهمها بأنها لا تزال ترفض العفو قائلا إن صبره قد وصل إلى حدوده. دافعت المرأة عن نفسها قائلة إنها ليست هي، لكن الرجل لم يصدقها بوضوح وحذرها من ممارسة الألاعيب مرة أخرى، وإلا فإنه لن يقف مكتوف الأيدي. بالنظر إلى الشظايا المتناثرة على الأرض بدا أن المرأة قد اتخذت قرارها، وفي غضون ذلك اصطحب الرجل السكرتيرة أمام الشركة بأكملها، وعينها مساعدة شخصية له مما سمح لها بالذهاب إلى أي مكان في الشركة. أما المساعد الذي اعترض على السكرتيرة سابقا فقد طرده الرجل. بعد انتهاء الاجتماع أخبر الرجل السكرتيرة أنه لن يجرؤ أحد على التنمر عليها بعد الآن، لكن السكرتيرة قالت إن الرجل مشغول جدا ولن يجد وقتا للاهتمام بها. وبشكل غير متوقع اصطحب الرجل السكرتيرة إلى المنزل لتجمع أغراضها، وقرر البقاء معها طوال الوقت. أبلغ زوجته مباشرة بأنهما سيعيشان منفصلين من الآن فصاعدا. أخبرتهما المرأة ببرود أن يذهبوا إلى أبعد مكان ممكن. حذر الرجل زوجته من أنها إذا تجرأت على السماح لأي شخص بالتنمر على السكرتيرة مرة أخرى فسيطلقها، وبعد قول ذلك أمسك بيد السكرتيرة وغادر. ومنذ ذلك الحين لم يعد الرجل إلى المنزل أبدا. كانت المرأة تراقب تحديثات السكرتيرة المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتخذت قرارها أيضا. اتصلت بموظفيها وأمرت بتقسيم الممتلكات بينها وبين زوجها، وبمجرد إغلاق الهاتف تلقت مكالمة من زوجها يطلب منها النزول إلى الطابق السفلي خلال 10 دقائق لحضور حفل عيد ميلاد والدته. عندما نزلت همت بفتح باب السيارة، لكنها وجدت زوجها والسكرتيرة يجلسان في المقعد الخلفي. قالت السكرتيرة بسخرية إنها تركت لها مقعد الراكب الأمامي خصيصا. بعد ركوب السيارة استمرت السكرتيرة في التحدث باستمرار قائلة إنها والرجل عادا للتو من منهاتن وأرادا زيارة السيدة العجوز معا. عندما وصلوا إلى الحفل استقبلتهم والدة الرجل بفرح، ولكن عندما رأت ابنها يمسك بيد امرأة أخرى قطبت حاجبيها وسألت من هي. أوضحت الزوجة الواقفة بجانبها أن السكرتيرة تشبه حبه الأول كثيرا، وذكرت أنه بسببها انقلب على زوجته. عند سماع ذلك أدان الضيوف الرجل. برؤية هذا المشهد أمسك الرجل بيد زوجته بعدوانية متهما إياها بجعل الأمور تزداد سوءا. نفضت المرأة يده دون أن تنظر إليه حتى. سارعت والدة الرجل لاحتضان المرأة واعدة إياها بإجبار ابنها على الاعتذار، وأنها لن تسمح أبدا بأن تتعرض لأي ظلم. لكن المرأة قالت برقة: أنا آسفة. ثم التفتت إلى الرجل وقالت: فلنطلق.
ذهل الرجل تماما عند سماع ذلك، قائلا إنه لا يوجد بينه وبين السكرتيرة شيء، وسأل لماذا تريد الطلاق. قالت المرأة بصراحة إنها تشعر أن الرجل لم يعد نقيا، وأعلنت علانية أنها أعدت أوراق الطلاق، وإذا لم تكن هناك مشكلة فما عليه سوى التوقيع. حاول منعها بسرعة، لكنها طلبت منه التنحي جانبا، قائلة إن لديها موعدا لفحص الحمل في فترة ما بعد الظهر، وليس لديها وقت لتضييعه هنا. ظن الرجل أنه أخطأ في السمع، فسألها مرة أخرى: ماذا قلت؟ قالت المرأة ببطء كلمة بكلمة: أنا حاملة.